السلام عليكم، ازيكم؟ ان شاء الله كويسين. زي ما شايفين هنا عندي قمح. الليلة عاوزة اعمل باكومبا سودانية. يلا القمح نص كيس. يلا اكبه في كوب واغسله نظيف واكب عليه حبة ماء يقعد زي ساعتين 3 يتبلى. بعد كده هجي احطه في النار. يلا اغسله وارجع لكم. يلا غسلته نظيف زي ما شايفين. تاني اجي اكب له موية اخليه يقعد في الموية زي ساعتين 3. وبعد كده اجي احطه في النار على الحلة في النار. يلا خلاص بعد كده تركته زي 3 ساعات يتبلى. هنا عندي حلة في النار اكب على القمح واخليه الماء يسخن شوية واجي اصفي القمح واكب عليه ماء دافي. يلا بعد كده سخنت اصفي الماء من القمح وارجع لكم. يلا خلاص كده صفيت الموية من القمح واكب لها ماء دافي. يلا هنا عندي جنجة جافة كبيتها واغطي القمح اتركه ينجط واجي ارجع لكم. يلا بعد كده خلاص اجي اشوف القمح زي ما شايفينه ما شاء الله تبارك الله نجد. قمح مقشور نصف كيس، نص كيلو. غسلته نظيف وكبيت ماء دافي عليه وخليته نجد في النار. يلا هنا عندي المكونات. عندي 3 ملاعق كستر، عندي ملح، هنا عندي حليب سايل كامل الدسم، او لو عندي لبن بودرة عادي اكبه بدل الحليب السايل. وهنا عندي سمنة، وهنا عندي كاسة ماء احلى بها الكستر. واجي اكب الملح وهنا احرك الكستر لما يندمج مع بعض. احركه وارجع لكم. اجي اكب الحليب طبعا. جبال كبيت جنجة ناشفة او جنزبيل جاف عشان يودي الزعفر بتاع اللبن. ازيده شوية. يلا زي ما شايفين هنا عندي خلاص الكستر. كبيت له كاسة موية و3 ملاعق كستر وخلطتهم مع بعض واجي اكبهم في الباكومبا. واحركهم لما يندمجوا.
يلا تاني بعد كده مرحلة السكر. اكب السكر، ممكن الزول يكبه برا وممكن يكبه جوا. انا اكتر شي بفضل انه ينجط مع الباكومبا. الناس بتحب تكبه برا السكر. يلا كده الشكل النهائي. اجي اكبه في الكاسات واكب عليه السمنة. تابعوا معي لنهاية الفيديو. خلاص كده الشكل النهائي. كبيت على شوية سمن الباكومبا. في ناس طبعا بفضلوها ياكلوها بالطحنية او الزبيب او جوز الهند. انا طبعا بفضلها باكلها بالسمنة كده. خلاص ان شاء الله الوصفة اليوم تعجبكم. بليز الاول مرة يشاهدني يعمل شير، لايك، سبسكرايب او يفعل الجرس او يعمل اشتراك في القناة. باي.